السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل هانين وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعي هذا. اليوم جيتكم بهذا روتين مسائي خفيف ظريف، روتين بعد العمل. راح نشارك معكم الشي اللي كتب ربي. راح تشوفوا معايا كيفاش فوت نهاري كي بعد ما خرجت من الخدمه، واش درت واش ما درتش. فقط تبعوا معايا لا فيديو للاخير وراح تشوفوا كل شيء معايا ان شاء الله. اول حاجه حبيباتي راح نبداو بها لهنا، راح ندخلوا طول للكوزينه، راح نبداو نديروا الوصفات تاعنا ولا نديروا الحاجه، حاجه حلوه وحاجه مالحه. اكيد حاجه حلوه راح نديروها يعني بنشربوا بها الحليب الصباح، والحاجه المالحه راح نديروها باش نتعشاو يعني بها. كلش راح نديروه خفيف ظريف، نديرو الشي اللي كتب ربي راح تشوفوه معايا. لهنا حبيباتي قبل ما نبدا لا فيديو تاعي، حبيت يعني فقط نتكلم لكم. انا لهنا دايره حمله تاع ان شاء الله حابه نوصل قناتي ل10,000 مشترك. اللي حبت يعني تعاوني بالاشتراك تاعها، تعاون خوتها هكا يعني به ان شاء الله حابه نوصل ل10,000 مشترك. ما تبخلوش عليا حبيباتي بالاشتراك تاعكم، تاني ما تبخلوش عليا بالجام تاعكم هكا حبيباتي، يعني به القناه تاعي تطلع ان شاء الله. وايضا الفيديوهات تاعي يطلعوا تشوفهم فئه كبيره من الناس. اللي حبت حبيبتي يعني تدعمني وتعاوني، ما عليك غير انك يعني تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس هكا راح يوصلك جديد. ايضا ما تنسيش انك تبارطاجي قناتي الماكسيموم هكا يعني باه تشوفها الفئه كبيره، توصل فئه كبيره من الناس ان شاء الله. هذا اكيد اذا عجبكم المحتوى تاعي. اكيد تاني بلا ما ننسى يعني المشتركين تاعي اللي ديما حاضرين ويتابعوني ويدعموا فيا، سواء بالمشاهدات تاعهم، ايضا بالجامات تاعهم، بالتعليقات الايجابيه تاعهم. نقول لكم مشكورين، راني ما نسيتكمش، ربي يحفظكم ان شاء الله. مشكورين على الدعم تاعكم هكا يعني باه ما ننسى حتى واحد. لهنا حبيباتي اول حاجه راح نديروا واحد الكيكه سهله مهله تاع يعني تاع الحليب باه نشربوا بها الحليب. لا نحكم استخدمت لاجينواز كيما شفتوا معايا، درت بحبه بيض، درت معاها مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة فرينة. يعني المغرف تهز حوالي 30 غرام. يعني درنا حبة بيض خرجناها من قبل، كانت بحرارة الغرفة عفوا. فرغنا عليها 30 غرام سكر، خلطنا مكا بالباتور كيما شفتوا معايا حتى نتبدل اللون تاعهم ولا اللون تاعهم الى اللون الابيض، يعني وضاعف شويه الحجم تاعهم. حبسنا ومن بعد كملنا بهاد لاماغيز اللي شفتوها معايا. درنا تاني 30 غرام مزيج ما بين الفرينة والكاكاو، ودرنا نص باكي نتاع الخميره، خلطنا هكا كيما شفتوا معايا مع بعض. ومن بعد جبت هذا المول اللي راح نطيب فيه هاد لاجينواز. كنت ديجا فرشته بابي كويسون، حطيت فيه الخليط ودخلته يطيب. يعني مش حيطول بزاف، كما نقولوا دخله وخرجه، لانه لاجينواز راهي ما تحتاج انها يعني راهي فيها الكاكاو. سما وزيدون بليس كميه قليله، مانيش راح تطول لي بزاف، مون با 5 دقائق ونخرجها. في الوقت هذا حبيباتي راح لهنايا نطلع الكريمه تاعي اللي هي كريمه الشانتيي، اللي راح يعني نفاصي بها والله نمونطي بها الكيكه هذه تاعنا سهله مهلا كيما قلت لكم. حكمت لهنا درت كميه الشانتي حبيباتي، كنت ما تولهتش الجراماج، كنت شريت ب15 ألف. هذا الشانتي تاع بلانش ناج اللي نحب نخدم بها بزاف لانه تطلع مليحه وما تعلقش وتجي بنينه. حكمت درت الكميه تاع بودره الشانتي هي نفسها كميه الماء، يكون بارد اكيد باه يعني لا شانتي تاعنا تطلع لنا. بعد ما طلعت لنا يعني حكمت روحها. حكمت لها حبيباتي زدت لها مغرف كبيره من تاع طوفيا كابريس. وبديت نخلط لهنا بالباتر باه يعني هذيك كريم شانتيي تسنك هنا وتعطينا الكو تاع يعني الكراميل. حبيتو تزيدوا الكميه تاع الكراميل زيدوا، يعني مش شرط انكم ديروا مغرف كبيره. انا لهنا اكتفيت بمغرف كبيره لانه جات فيها الكو ما شاء الله عليها. هاي ليكم انا نحكم حبيباتي الا هنا نحطها على جنب هذيك الكريمه تاعي، ومن بعدها نروح نجيب لاجينواس تاعي اللي كانت ديجا طابت لكم، يعني ماشا حتاخذ لي وقت بزاف دخلها خرجه وهي طابت. حكمت لهنا حبيباتي شافوا هاي لكم بعد ما يعني ما ديمونتيتها من المول تاعي.
هاني كيف تحصلت عليها يعني بحبها بيض فقط. ما نحتاجش يعني القاعده تكون خشينه بزاف، حبيتها تكون شويه رقيقه. حبيتو نتوما القاعده تاعكم تجيكم يعني خشينه عفوا، ما عليكم غير انكم تضعفوا ديروا غير زوج بيضات، وديروا كيما نقولوا حنايا 60 غرام سكر و60 غرام فرينه، ولا 60 غرام ما بين النشا عفوا الفرينه والكاكاو اكيد. هذه يعني جينوا سهله مهله بسيطه كيما نعرفوها، ما فيها يعني حتى حاجه معقده. الا هنا حبيباتي بعد ما يعني ديموليتها من المول هذيك الجينواز، ونحيتها ايضا من هذاك البابي كويسون اللي كانت طابت عليه، قلبتها هكا على الوجه، وعاودت قفلت المول تاعي هكا حطيتها في الوسط. ولهنا راح نرنخها. لهنا حكمت حبيباتي شويه حليب مع شويه من هذيك الكابريس، دفيتو هكا شويه باه يعني الحليب تاعي يجي بالكوت تاع الكراميل. ومن بعد بديت نسقي فيه هكا، نسقي هذيك في الجينواز تاع هذيك باه ما تجينيش الشايحه. بعد ما سقيتها وخلصت، حكمت جبت هذيك الكريمه تاعي اللي كنت طلعتها معكم كيما شفتوها معايا. الان راح نحط كميه، وكميه قليله راح نخليها باه نزين بها من بعد من الفوق. لهنا نجيب هذيك الكميه اللي كنت صبيتها في المول تاعي، نعدلها هكا في المول، ونعدلها نديرها طبقه متساويه. انا لهنا حكمت درت شويه بالسباتول، ومن بعد حكمت بالمغرف يعني الوجه تاع المغرف هذاك، حكمت عدلت به الكريمه تاعي. لهنا يعني انا قلت لي ما عندوش سباتول ولا يقدر يخدم بالمغرف عادي ويعدل بها يعني الكريمه تاعو عادي، مش شرط يعني لازمك سباتول لا باه يعني تخدميها وباه تعدلي كيما نقولوا حنا الكريمه تاعك يعني براس المغرف فقط. تقدري تخدميها وتبلاطيها ويعني وكما نقولوا حنايا تسويها من الفوق عادي. نمسحوا هكا الجوانب يعني باه ما يبقاوش مطليين. ومن بعد ندخل هاد المول تاعي للثلاجه ولا للمجمد، نخلي يعني الكريمه تاعي تحكم روحها مليح. في الوقت هذا حبيباتي نمروا العشاء تاعنا، كان ديجا حبيباتي لهنايا كان شويه راح الحال. احنا انا على بالكم باللي يعني ما نخرجش من الخدمه بزاف بكري، يعني ما نجي نوصل للدار تعود 6 ساعات 6 وربع. هذاك هو مع اني نحي قشي نربوزي شويه يروح الحال. لهنا حكمت انايا حطيت شويه ما باه نغلي فيه شويه مقارنه، كانت ديجا عندنا شويه من لاصوص كانت واجده لانه كنا درنا من قبل نعمه. فضلت لنا شويه من لاصوص، قلت خلي هذيك المرقه تاعها يعني ما نطيشهاش، ندير فيها شويه من المقارنه. عليها حطيت الماء لهنا يغلي على جنب، وجيت لهنا اللماعن تاعي اللي كانوا عندي شويه معن ما كنتش غسلتهم الا غالب لعبت ساعه هكا يعني يكون غلبان يطيح في هذيك التفنين ساعات الغلبه كل واحد يعني وظروفه. حكمت لهنا جيت نغسلهم يعني ماهمش هذوك الماعن بزاف بزاف فقط يعني كي استخدمت معاكم هذيك يعني الكيكه شويه زادوا تصدروا كيما على بالكم الباتيسري كي تجي تخدمي حاجه هكا يعني ياخذ لك الماعن بزاف. سورتو وحده كي تعود ما تعرفش يعني كيما نقولوا حنا تشفق في الماعن راح دير الماعن بزاف. انا وحده من نفسي يعني كي نجي نخدم حاجه تلقيني الماعن بكل تاع الكوزينه نجبدها، ما نعرفش نشفق يعني ما نعرفش نخدم بحاجه فريده. تلقيني نجبد الماعن بكل نخدم بها. الا هنا جيت اول حاجه فرستهم هكا كيما شفتوا معايا، وبديت راح نغسل فيهم. اول حاجه غسلت الباسينه تاعي هذه مليح هكا لانه كانوا فيها الماعن، غسلتها وشللتها باه نبدا نحط الجر ونغسل في الماء تاعي على نظافه. لهنا حبيباتي في هذا الوقت بعد ديجا كان الماء تاعي تاع المقارونه راهو قاعد يغلي. وفي نفس الوقت راني راح نغسل الماء تاعي اللي ما زالت متواصله معايا يعني لحد الان، وراهي قاعده تشوف لا فيديو تاعي وتشوف لا في الروتينات تاعي. نقولك حبيبتي ما تنساش انك تدعميني بالجام تاعك تاني اللي راهي مازالت ماهيش مشتركه في القناه وتصادفت بقناتي وراهي تشوف لا فيديوهات تاعي لاول مره، نقولك حبيبتي ما تبخليش عليا بالاشتراك تاعك هكا باه قناتي تطلع ان شاء الله وعائلتنا تطلع يعني ونطلعوا مع بعض. فقط ما تبخلوش عليا حبيبتي، اللي تقدر تعاوني باي حاجه سواء بالجام سواء بالتعليقات سواء بالاشتراك بالبارطاج، يعني عاونوا اختكم على قد ما تقدروا. كيما قلت لكم راني مدايره حمله تاع ان شاء الله حابه نوصل القناه تاعي ل10,000 مشترك. لما لا ماهوش يعني حاجه صعيبه ولا مستحيله. بك من توما بالمعاونه تاعكم ان شاء الله راح نوصل. ما تبخلوش عليا حبيباتي لو ماكسيموم يعني عاونوني على قد ما قدرتوا، ولكم يعني الشكر ولكم الاجر.
هذا واش نقدر نقول لكم حبيباتي. وهذا يعني الشيء اللي راني قاعده نهضر فيه فضلا وليس امر، مش يعني قاعده نامر فيكم بالسيف باه يعني تشتركوا في قناتي ولا بسيف ديروا لي جيم. لا، هذا اكيد يعني اي وحده يعني محتوى تاعي راهو عجبها، نقول لك حبيبتي ما تبخليش عليا سواء بالاشتراك ولا بالجام ولا باي حاجه قدرتي عليها. اكيد بلا ما ننسى اني نشكر المشتركين تاعي اللي راهم ديما ديما حاضرين لهنا، حاضرين في الفيديوهات تاعي شاك فوا، راهم يعلقوا لي بالتعليقات الايجابيه تاعهم، راهم يطلعوا في لا فيديوهات تاعي بالجام تاعهم، مالغري يعني التفاعل راهو قليل بزاف على الفيديوهات تاعي اللي راني نحطها. من الحمد لله يا ربي خير من مكان. نش نقول لكم مشكورين على هذا الدعم، ربي يحفظكم ربي يخليكم ليا. بكم راني يعني قاعده نحط في الفيديوهات هذه كل ما نتوما يعني ما رانيش قاعده ان نبارطاجي ولا ما رانيش قاعده نشارك فيكم هاد الروتينات. لا انا حبيباتي الماء تاعي بعد ما غلا كنت حطيت له شويه ملح، ما حطيتلوش الزيت، انا كي نشرشم يعني لي بات ما نحط لهمش الزيت، نشرشم يعني غير في الماء والملح تاعها. كنت حطيت لها الملح حبيباتي، من بعدها فرغت المقارونه كوبي هذيك الرقيقه خلاص، درت الكميه اللي نحتاجها وخليتها تتشرشم. في الوقت هذا كنت جريت الماعن، جيت لهنا تاني نحيت كلش من البورطاجي، بديت نجر فيه هكا حبيباتي كما شفتوا معايا. قلت كاش ما كاينين ديتاش هكا نحكهم مالكري يعني ما كانش موسخ بزاف، قلت لكم غير شويه من الماعن كنت خليتهم مغسلتهمش. مع زدت يعني خدمت معاكم شويه من الحلوه هذيك تراكموا عليا، حبيت نغسلهم هكا قلت بهكا يعني يبقى البوطاجي نضيف ومفروز. راني قاعده نحك كيما شفتوا معايا لهنا، قلت لكم حكيت هكا الفايونس البوطاجي حكيته حكه مليحه بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا معايا. بعد ما نحكو راح نشلو اكيد تشليله مليحه باه نبدا نشلل الماعن تاعي في نفس الوقت يعني. نلقى قبل ما نحط العشاء اكيد راح نلقى البوطاجي تاعي مفروز، يبقى لي غير الماعن اللي تعشينا فيهم نزيد نغسلهم وصاي. لهنا راني قاعده نحك حبيباتي. تاني حبيباتي نقولكم ما تنساوش اللي راهي قاعده تتفرج في قناتي تخلي لي الاراء تاعها هكا، تخلي لي رايها في التعليقات كيفاش قاعدين يجيكم الروتينات تاعي، اسكو عجبوكم ما عجبوكمش قولوا لي هكا باه ندي فكره حبيباتي. اسكو المشتركين تاعي راهم قاعدين يعجبوا في المحتوى تاعي يعجبهم، اسكو راهم كيما نقولوا حنايا اسكو يعجبكم الشيء اللي راني قاعده نبارطاجي فيه، مش قاعد يعجبكم قولوا لي هكا باه ناخذ فكرة. في نفس الوقت يعني نتواصلوا مع بعضنا. لهنا بعد ما جريت كما شفتوا معايا البوتاجي هذاك لافابو تاني مليح، دركا راح نبدا نشلل فيه بالطبع. لهنا جبت حبيبتي اول حاجه راح نشلل منين نحط الماعن، تاني نمسح منها منين كنت جريت البوتاجي، تاني الفايونس باه نبدا نشلل على نظافه. وفي نفس الوقت المقارنة تاعي راهي قاعدة تتشرشم هكا يعني باه نضرب عصفورين بحجر واحد. لهنا الوقت اللي قاعدة نغسل فيه الماعن والعشاء راهو يطيب، راهي ديجا 9 وحاجة يعني شوية راح الحال. ما كنتش دخلت للكوزينة بكري، كنت غلبانة منين جيت طول يعني قعدت غسلت عليا هكا قعدت نربوزي مع السخانة تاع اليامات هادو يعني ربي قدرنا سخانة يعني بزاف بزاف. وفي السخانه هذيك كيما على بالكم الانسان يرجع ليه التعب والفشله هذيك مع الخدمه وكلش يعني ربي قدرنا هذا ما كان وربي يجيب الخير. صرتوا ليامات هادو كيما قلت لكم راهي السخانه بزاف بزاف، ربي يكون يعني ما في عون الناس اللي تخدم ولا الخبزه واعره. هذه هي الانسان لازم يخدم لازم يتعب في الدنيا هذه باش يعني يعيش، ما تخدميش ما عندكش منين تجيبي. تاني كما قلت الناس اللي مرض ولا اللي عندهم الامراض المزمنه نقول لكم يعني سورتو ليامات هادو مع السخانه كما كلا يعني تخرجوا سوا سورتو في السخانه هذيك ولا خلو كي يبرد الحال هكا شويه سورتو مع العشيه ولا تنقص هذيك درجه الحراره لا باه تخرجوا. لانه السخانه راهي بزاف، انا وحده من نفسي يعني كي نجي والله ساعات تلمو السخانه بزاف والله نفو ما نقدر نجبدو مع الطريق تلمو ما مسخانه بزاف. وش حنقولوا ربي قدرنا هذا ما كان. الا هنا حبيباتي راني قاعده نشلل في الماعن تاعي شللتها حكمت تانية غسلت هاد الطابي اللي نحطو عليه الماكله كنت ديجا خدمت فوقو طاشيتو حبيت نغسلو قلت هكا باه ما يقعدليش مسخ. شللت لي طوغشون تاعي اكيد شللت لافابو تاعي مسحت مليح تاني
البوتاجي تاعي افرسو وخليته. في الوقت هذا كانت ماما ديجا قالت خلي نعقبو نشافه خفيفه هكا على الدنيا تتنحى هذيك الغبره قبل ما نفرشو. كيما على بالكم مالغري يعني الدنيا نظيفه راهي تضل ديما مقفوله انا نخدمها وما خدامه يعني ما كانش اللي يرويها بزاف. قالت فقط يعني هكا كيما نقولوا حنا نمسحوا هذيك الغبره قبل ما نفرشوا، وفي نفس الوقت يعني ان نبردوها شويه. لهنا راهي ماما قاعده تمسح، انا كنت قاعده نصور فيها. قلت لكم غير مسحه خفيفه ماهوش هذاك التسيق تاع السمانه، فقط نمسحوها كمسحه خفيفه فقط. قلت لكم ما تقعدناش يعني الدنيا مسخه وكلش. وفي نفس الوقت يعني كي تحطي رجليك ما تحسيش بهاد الغبره هذيك، وكي تفرشي يعني تفرشي اعلى نظافه. حنا يعني هكا بعد ما نمسحوها هاد الدنيا نقفلوها كامل ونشعلوا الكليماتيزر ونخليوها يعني تبرد. بون حبيباتي راكم قاعدين تشوفوا يعني انا نقدر نسكت شويه لانه الصوره هي اللي قاعده تتكلم، بالك راني هدرت بزاف. نخليكم يعني تتفرجوا. لا هنا ماما راهي قاعده تمسح بالقط تاعي. انا عندي قطي لازم ديما منين يشوف الماء لازم يتحرك، لازم يديه يقيس، ولا يديه رجلي لازم يقيسوا الماء. لازم ما يقعدش في بلاصه فريده. سبحان الله هو يكون قاعد هو جست ما يشوفنا يعني صبينا هكا شويه ما في الدنيا والله تلقايه لازم ينوض ويجي هكا كيما قلت لكم. لازم رجلي هادوك لازم يقيسوا في الماء. شافوا حبيبتي ورايح جاي هاي ماما يعني كده تسيق، وهو راه رايح جاي قاعد يطفص يمشي وهنا ولهي. وماما يعني كده تقول له بعد خليني نسيق قد وهو تلقايه رايح جاي. الا هنا حبيبتي بعد ما كملت ماما مسحت الدنيا كامل كيما شفتوا معايا، لعبت عليها يعني تلعيبه خفيفه. الا هنا المقارونه كانت ديجا تشرشمت صفيناها حطيناها اكوطي، ومن بعد جبنا هذيك المرقه اللي قلت لكم تاع النعمه كانت فضلت لنا. حكمت ماما هكا سخنتها مليح ومن بعد صفاتها على المقارونه هذيك حطت المقارونه فوق النار خلاتها تتجمر. زادت عليها فقط شويه طماطم وخلتها تتجمر شويه. بعد ما تجمرت حطيت عليها طريفات من تاع الفرماج وكانت ديجا واجده. لهنا الوقت كان 10 غير ربع. حنايا حطينا العشاء. انا جبت حطيت الجو في القرعه كيما شفتوا معايا. العشاء تاعنا كان واجد طفينا عليه خفيف ظريف يعني ما درناش حاجه صعيبه ولا حاجه خفيفه ظريفه. لهنا صبيت الجي تاعي. حكمت تاني ماما كانت قصة المرحوم يعني نديسرو به. والعشاء تاعنا كان واجد. هذه هي هذا واش تعشينا، هذا واش اللي كتب ربي كل يوم وبركته كل يوم. يعني الانسان واش يدير مع السخانه هذه الانسان ما يقدر ياكل والو غير حاجه خفيفه خفيفه. هذا ما كان. لهنا ماما راهي كده تقص في المرحوم. انا يعني مانيش من يعني ما نحبش ناكله بزاف، مانيش من العشاق تاع المرحوم. عليها يعني ماما كي تقص لنا تقص جوست قسمتها. هذا ما كان انا ما ناكلوش. وهنا يا حبيباتي هاوليك العشاء تاعنا واجد كيما شفتوا معايا. المقارونه حضرتها معاكم تاع ليه تاع خفيف ظريف. هذا ما كان عندنا تاني شويه من الجي، عندنا شويه من الديسير قلت لكم المرحوم. ما كناش درنا السلطه والبركات عشينا خلصنا. لميت الكوزينه فرستها، لميت البوطاجي تاني فرستو كامل ما خليت حتى حاجه. حتى من المعليان اللي تعشينا بهم تاني كنت غسلتهم. وهذه هي هاوليكم يعني البوطاجي نضيف. الماعن منهيها مغسولين كلش. دركا ما بقى لي غير حبيباتي نرجع نكمل معاكم الكيكه كي نعطيكم يعني كيفاش زينتها وكلش. تاع حاجة خفيفة خفيفة. وهذا ما كان يعني لهنا هاي لكم جيت بعد يعني ما بردت لي الكيكه مليح وحكمت هذيك الكريمه روحها. يعني كريم شانتي ما تاخدش الوقت بزاف باه تحكم روحها.
كانت خليتها لهنا تقريبا واحد 2 سوايع باه ديموليتها. لهنا جيت راح نديموليها، لقيتها شويه تشققت لي عليها، حكمت لهنا هكا نحيتها شويه من الاطراف، يعني حكمت الموس عقبته كامل على الاطراف باه قدرت نحيها. هاي لكم يعني كيفاش تنحات. قلت لكم انايا يعني القاعده ما درتهاش خشينه بزاف. بعد حكمت شويه من هذيك الطفيه ولا شويه من الكراميل، حطيتها في لابوش، ومن بعد درت هكا خطوط كيما شفتوا معايا. جبت الكردة وبديت ندير نبقى نطلع ونهبط كيما نقولوا حنايا الشكل هذاك المألوف تاع اللي يجي على الملفاي. درتو انايا فوق لا طاخت هذه هكا بنعطيها يعني تزيين بسيط خفيف ظريف وتاع ليه. ومن بعد حكمت شويه من الكريمه هذيك اللي كنت قلت لكم خليتها، زدت لها شويه من كراميل باه تجي كيما نقولوا حنايا لا كولور تاعها شويه مبدل على الكريمه الاخرى. حطيتها في لابوش وحكمت ندير بها دي غوزاز هكا، تزيين بسيط ساهل ماهل. وهذا ما كان حبيباتي. نتمنى ان شاء الله روتيني تاع نهار اليوم كان عجبكم وكان خفيف عليكم. دوك ما بقى لي غير نقول لكم تتهلاو في الفيديو تاعي ومع السلامه.